بقي أنا بعدما كانت بداري علي مصايبك عاوزني أتجوزك. وأي المشكلة يا بسمه؟ يا باشا دان الخدامة. عادي. هو أي ألي عادي باشا متقول عاوز تتجوزني ليه؟ البت طلعت ذكية بصراحة وهتتعبني. مشكلة بسمة أنها رغم إنها مجرد خدام عندي لكن عرفا ني أكتر من أبوية وأمي وعيلتي كلها وده طبيعي لأنها كانت الخدة أمة بتاعتي لأكتر من 3 سنين لما كانت عايشة في الفيلا لوحدي وأهلي مسافرين برا. كانت عارفة كلا نزوي آتي وكانت بتساعدني وتداري عليا. لقيتاني خلاص مقدرش كدب عليها أكتر من كدها وقلتي بصراحة تامة. شرطة أبويا. ابتسمت بانتصار وقالت شرطة أيوت يا حلو قر بكل حاجة الحكاية طلع فيه أستاذ عامر اللي آن شاء الله يطلع عين ياكي ويمشيك علي عجين متلخطوش. شرطة ما تح ترمي نفسك بقا. صر خط بغض سطلي ببرود ومسكت صباع محشي بإيديها من غير شوكة وقالت شرطة ماله بقا حماية المستقبلي قول يا أخويا طلب منك تتجوزني. شرطة لا هو بصراحة طلب مني اتجوز قبل ما يخلص الشهر ده ولا يحرمني من الميراث. بسطلي بحيرة وقالت شرطة طب إيش معنى أنا ما تتجوز أي واحدة من اللي كانت بتم شي معاهم. شرطة يا بسمة يا حبيبتي دول لازقة ما يصدق ممكن يرفض الطلاق ويبدأ ويبتزوني لكن أنتي كده كده مبطة قش أمي فعادي. سكتت للحظة وبعدين قالت شرطة جوازنا هيكون شرطة سوري. كملت بسرعة وقولت شرطة صحيح شرعي بس أنا مش هلمة سكن وهتبقي معززة مكرمة في بيتي لحد ما يكتب لي ثروته وهديكي من الثروة 1,000,000 جنيه. شرطة موافقة. قالتها بسرعة. مر يومين وكنا خلصنا كل الإجراءات واتجوزنا بوجود عام بسمة وروحت علي البيت مع بسمة. شرطة أن تماسك الخد أمة ليه كده يا ولد. قالها أبويا فابتسمت في وجه وقولت شرطة أحب أعرفك يا بابا أن بسمة بقت مراتي خلاص. فجأة أبويا أغمي عليه. صر خت بسمة وقالت شرطة الحق يا عم أبوكما نجمة تا وخلاص هات.